يعني انت عم عبد الله تروح تسلم فرناندو حاكم قشتالة مفاتيح غرناطة وفي الاخر راجع تبكي؟ لقد مررت بظروف في غاية الصعوبة. ظروف ايه وبتاع ايه يا عم عبد الله؟ سلام سلام يا عبد الله، مش عايز اشوفك تاني. سلام. الظروف ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في سلسلة الأندلس منذ الفتح وحتى السقوط في الجزء الأول والثاني والثالث، وإن فكرة فتح الأندلس بدأت فعليا في 86 هجريا، وإن طارق بن زياد ومعاه 12000 جندي بس قدر إنه ينتصر على جيش القوط اللي كان مكون من 100,000 جندي بقيادة فوزريق. وقلنا كمان إن مقولة طارق بن زياد البحر من خلفكم والعدو أمامكم، وقلنا إن الكلام ده ما حصلش، وقلنا كمان ليه ما حصلش، واتكلمنا كمان عن الفتوحات الإسلامية في فرنسا، واتكلمنا عن معركة بلاط الشهداء وإنشاء الدولة الأموية بالأندلس على إيد عبد الرحمن بن معاوية المعروف بعبد الرحمن الداخل، وكمان اتكلمنا عن عبد الرحمن الأوسط وهزيمته للفكري، واتكلمنا عن عبد الرحمن الناصر وإقامته للخلافة الإسلامية بالأندلس، وذكرنا الأسباب اللي خلته إنه يعمل الخلافة الإسلامية في الأندلس. والليلة دي الجزء الرابع والأخير من سلسلة الأندلس منذ الفتح وحتى السقوط. لكن خلونا في البداية نعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل إشعار جديد لأي فيديو ينزل على القناة. قلنا ان ما تبقاش مع المسلمين في الاندلس غير غرناطه اللي كان بيحكمها ابن الاحمر، وابن الاحمر بنى مملكته على وعد من الممالك النصرانيه اللي هي اساسا ما لهاش عهد، وبالتالي في عام 660 هجريه بدات الممالك النصرانيه انها تعتدي على حدود غرناطه، ومات محمد بن الاحمر وجاء بعده ابنه محمد الفقيه اللي شاف هجمات الممالك النصرانيه على غرناطه، راح وطلب المساعده من المنصور الماريني، والمنصور الماريني هو حاكم دولة مارين اللي كانت بتحكم بلاد المغرب واللي جاءت بعد سقوط دولة الموحدين. وبالفعل عبر منصور الماريني للأندلس، وهناك دارت معركة كبيرة جدا سميت بمعركة الدونوية، ودارت معركة الدونوية دي ما بين التحالف الإسلامي المكون من المنصور الماريني ومحمد الفقيه ضد مملكة قشتالية، وبالتوفيق من ربنا ب10,000 جندي بس قدر ان ينتصر منصور الماريني ومعاه محمد الفقيه على مملكه قشتالة، وبعدها تنازل حاكم ملقا عن اراضيه للمنصور الماريني، ومن هنا بدا الفار يلعب في عيد مين؟ محمد الفقيه، وخاف ان المنصور الماريني ياخد غرناطه منه، فراح واتحالف مع ملك قشتالة على انهم يطردوا المنصور الماريني من الاندلس، وبالفعل جاء اساطيل الفونسو وحصروا الطريق، والمنصور الماريني ما قدرش يساعد طريق بسبب الاضطرابات اللي كانت في المغرب. لكن محمد الفقيه لما عرف ان الفونسو العاشر مش جاي عشان يضرب المنصور الماريني وبس، لا ده كمان جاي علشان ياخد طريق، وكمان محمد الفقيه شاف احوال المسلمين المحاصرين في طريق، فساعتها قرر انه هيخلي الاسطول بتاعه في خدمه المسلمين اللي في طريق، ودارت معركه كبيره جدا ما بين جيش المسلمين وما بين جيش الفونسو، وانتصر المسلمين انتصار ساحق، وكمان غرقوا سفن الفونسو في البحر، وقدروا كمان يدخلوا طريق ويطردوا جيش النصارى منها. لما شاف الفونسو اللي حصل من ابن الاحمر لمساعدته لطريق، راح بسرعه وتحالف مع ملك البرتغال اللي هو فيه بينه وعداوه كبيره جدا مع بن الاحمر، لكن ابن الاحمر قدر انه يصدهم عن غرناطه. ومن المواقف العظيمه اللي المنصور الماريني انه بعت لمحمد الفقيه وقال له ان التحالف اللي ما بينهم لازم يستمر علشان خدمه المسلمين، برغم خيانه محمد الفقيه للمنصور الماريني. وبعدها بسنه بس توفى المنصور الماريني، وراح محمد الفقيه يتعاون مع مملكه قشتالة ضد الماريين المسلمين اللي في الطريق، وكان اتفاق محمد الفقيه مع القشتاليين انه هيديهم شويه حصول مقابل انهم يسيبوا له طريق، لكن بعد ما سقط الطريق وسيطر القشتاليين عليها قال له محمد الفقيه امك في العشه ولا طارق، وبكده يكون محمد الفقيه قطع كل خطوط الامداد والمساعده اللي كانت بتجيله من بلاد المغرب. وفي عام 709 هجريه يسقط مضيق جبل طارق في ايد القشتاليين،
وبكده تتساب مملكة غرناطة لمصيرها المحتوم بسبب الخيانة وحب السلطة، وفضلت غرناطة في صراعات داخلية وذل، وكمان دفع الجزية للممالك النصرانية. وجه كمان فرناندو ملك قشتالة واتجوز اليزابيث ملكة إرجوان، وضم المملكتين على بعض وسموها اسبانيا المتحده. وفي وثائق بتقول انه في عام 895 هجريه حصل صلح ما بين عبد الله الصغير وما بين فرناندو واليزابيث. وفي نفس العام بعت فرناندو رسول لعبد الله الصغير وطلب منه يسلم له قصر الحمراء، وقصر الحمراء هو قصر الحاكم في غرناطه. عبد الله الصغير رفض تسليم القصر للفونسو، فالفونسو راح له بجيوشه وحاصر غرناطه، لكن المسلمين طبعا ما استسلموش للحصار ده، فقدرت غرناطه انها تصد جيش الفونسو، وبدات غرناطه تسترد المدن الصغيره اللي حواليها وبمساعدة المسلمين اللي هناك. ولما عرف الفونسو راح بسرعة وحاصر غرناطة، لكن غرناطة ما استسلمش للحصار ده، وبرزت حركة مقاومة جديدة بقيادة موسى بن غسان. وفضل البطل موسى بن غسان هو الأبطال اللي معاه يدافعوا عن غرناطة لمدة 7 شهور بكل قوة، واستشهد من المسلمين الكتير واتقتل من النصارى أكتر. وفضلت الحرب شغالة لحد ما بقاش من خيول المسلمين غير أعداد قليلة جدا. واستمر البطل موسى بن غسان يدافع عن غرناطة هو والأبطال اللي معاه لحد ما قام ببطولته الخالدة. ليس له إلا الجواد والرمح، لكن الشجاعة لوحدها ما تكفيش، وخاصة إن المدينة متحاصرة وخطوط الإمداد وكمان مقطوعة، وكمان جه الشتاء ونزل التلج وانقطع طريق البشرة اللي كان عن طريقه كان بيجي الطعام. قلت الأطعمة وانتشر الجوع لحد ما جت مجموعة من أهالي غرناطة وراحت لعبد الله الصغير وطلبوا منه إنه يروح لفرناندو ويطلب منه إنه يترك لهم المدينة ويسيبهم في امان مقابل انهم يسلموه المدينه. وتحس كده ان عبد الله الصغير هو الوزراء اللي معاه ما صدقوا، فراحوا بسرعه لفرناندو وطلبوا منه الامان مقابل تسليم غرناطه. لكن البطل موسى بن غسان قال لهم اوعوا تاخدوا عهد من فرناندو لانه عمره ما هيديكم الامان بعد ما تسلموه غرناطه. فراح موسى بن غسان البيت وخد سلاحه وقابل سريه من النصارى وقتل منهم كتير، وكان بيحاربهم وهو طالب الشهاده لحد ما نالها. وكان من اقواله الخالده: اتركوا العويل للنساء والاطفال فنحن لنا قلوب لم تخلق لارسال الدمع ولكن لتقلل الدماء. وبعدها بكام يوم دخل فرناندو واليزابيث الغرناطه، واول حاجه عملوها جابوا صليب كبير وعلقوه على قصر الحمراء في اشاره ان غرناطه بقت تابعه للمملكه الكاثوليكيه، وان حكم المسلمين في الاندلس خلاص انتهى. وخرج عبد الله الصغير في ذل وانكسار بعد ما سلمهم مفاتيح غرناطه، وراح على مكان مرتفع ووقف يبص على القصر بتاعه لحد ما نزلت دموعه وصلت لحد لحيته. وهنا كانت مقولة أمه الخالدة: أجل فلتبكي كالنساء، ملكا لم تستطيع أن تدافع عنه كالرجال. وتم تسليم غرناطة في 2 من ربيع الأول عام 897 هجرية الموافق 2 يناير عام 1492 ميلادية. وبكده سقطت الأندلس بكل حضاراتها وتاريخها. وطبعا ما وفاش النصارى بعهدهم وبداوا يجبروا المسلمين على اعتناق المسيحيه، واللي كان بيرفض اعتناق المسيحيه يقتلوه في وقتها، واللي يقبل اعتناق المسيحيه بيسموه مورسكي يعني مواطن درجه ثانيه. وتحولت المساجد لكنائس وظهرت محاكم التفتيش، وكانت محاكم التفتيش وظيفتها كالتالي: اللي يتثبت عليه انه مسلم يتقتل في الحال، واللي ما شربش الخمر يتقتل برضه في وقتها. وصلوا لدرجه كبيره من الظلم والاضطهاد لدرجه ان اللي بيلبس لبس نظيف يوم الجمعه فهو كده مسلم فيقتلوه. وكميه التشريد والتعذيب اللي حصل للمسلمين في الوقت ده ما حصلتش في تاريخ البشريه كلها. وبالرغم من ان نابليون بونابرت كان دكتاتور الا انه اتصدم لما شاف اشكال التعذيب اللي كان بيتعرض لها المسلمين هناك. فكان من ضمن اشكال التعذيب دي انهم كانوا يمسكوا المسلم ويمسكوا المنشار ويقطعوا المسلم نصين او يجعلوه في قبه من الحديد ويولعوا فيها النار. ولغايه دلوقتي يوم 2 يناير هو عيد عند الاسبان بيحتفلوا بيه، فيبقوا شايلين الرايات اللي خدوها من المسلمين في موقعة العقاب ويلفوا بها الساحات والميادين، وكمان يعملوا مسرحيه هزليه بيتريقوا فيها على عبد الله الصغير وهو بيسلم غرناطه لفرناندو. لكن في النهايه لازم نقول ان الاندلس
ما سقطتش غير بسبب الانقسامات والتخاذل والخيانه وحب السلطه، وبكده يكون الجزء الرابع والاخير من سلسله الاندلس منذ الفتح وحتى السقوط خلص. يا رب اكون قدرت اوضح الصوره على قدر الامكان. هسيب لكم المصادر في الوصف، وكمان هسيب لكم اسماء كتب جميله جدا عن الاندلس، يا ريت تقروها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.